ما سألتش نفسك ليه برغم ان حياتك مريحة جدا عن زمان انت لسه تعيس وحزين لحد دلوقتي؟ انت حرفيا مش مبسوط ابدا، بل ممكن تكون من اتعس الناس على الكوكب برغم ان حياتك مريحة جدا زي ما قلت لك عن زمان. يعني زمان عشان كانوا الناس يقدروا ياكلوا اكل عادي جدا كانوا يطلعوا ويصطادوا عشان يقدروا ياكلوا، من انت مجرد انك برن التليفون الدليفري يجي لك تحت بيتك ويقول لك اتفضل يا فندم الاوردر بتاعك وصل. الرجاله زمان عشان كانت تقدر تتجوز وتحصل على انثى في حياتها كانوا بيتعبوا ويجتهدوا ويشتغلوا عشان يقدروا يوصلوا للانثى اللي هتكون معاهم. لكن انت دلوقتي بتليفونك بس تقدر تشوف اجمل جمالات العالم مع ناس تانية، وانت فاهم قصدي كويس جدا. تقريبا لما كنت صغير مع العيله وكانت الدنيا بسيطه والحاجات بسيطه جدا انت كنت مبسوط اكتر من كده، مع انك انت نفس الشخص اللي لما كنت زمان كنت بتتمنى الحاجات اللي هي معاك دلوقتي، زي الايفون اللي معاك دلوقتي او زي الكمبيوتر او البي سي اللي انت بتلعب عليه دلوقتي، الجيمز اللي انت بتحبها. فيعني كل الحاجات اللي كانت متوفرة ليك عشان تديك السعادة تقريبا هي السبب الرئيسي في تعاستك وحزنك. فبتفضل كل يوم تصحى تلعب جيمز، تسكرول على سوشيال ميديا، اي خرا تيك توك، اي خرا من الحاجات الموجودة دي، وبتعمل كل الحاجات اللي المفروض انها بتسعدك وبتفرحك وبتبسطك، وهي كانت فعلا بتفرحك في البداية. بس دلوقتي انت لازلت بتعمل نفس الحاجات دي وانت مش سعيد. انت حرفيا بتعمل الحاجات دي عشان مجرد انك ادمنت انك تعمل الحاجات دي، بس هل انت مبسوط؟ انت مش مبسوط، ولو كنت فعلا مبسوط ما كانش زمانك بتتفرج على الفيديو ده. طب والحل والعمل ايه؟ هل انت ناوي تفضل كده؟ ناوي خلاص انك هتفضل وهتعيش بقية حياتك لحد لما تموت وتدفن كده؟ ناوي تفضل محجوز في القوقعة اللي محجوزة فيها اغلب البشر؟ مش كنت بتقول انك مختلف عن الناس وانك مش زيك زي الناس وانك انت المميز في وسط الناس دي كلها؟ بس اللي انا شايفه انك انت زيك زي باقي الناس محجوزين في نفس القوقعة دي، يصحى يلعب جيمز، يسكرول السوشيال ميديا، يتفرج على إباحية، يعمل العادة السرية ومليون حاجة بتعملها عشان بس تحصل على شوية سعادة مؤقتة. أنا حتى وصلت بيا للدرجة دي إن أنا عامل الفيديو ده قصير عشان أنت تركيزك أصلا خلاص اتشتت، أنت ما بقتش قادر إنك تشوف فيديوهات طويلة، فانا مضطر ان انا هعمل الفيديو ده قصير مدته قصيره عشان تقدر تشوفه. انا عندي كميه كلام كتير قوي عاوز ان انا هقوله، وحرفيا الكلام ده هيساعدك بنسبه 100%، بس انا عارف انك مش هتقدر تشوف الفيديو الطويل اللي انا هعمله وتستفاد بالكلام ده، لانك انت خلاص اتبهدلت، كل حاجه فيك بقت واطيه جدا، تركيزك واطي، ذكائك واطي، متشتت دايما، افكارك دايما بتفكر في حاجات دايما. فانا عايز اساعدك، بس انا هساعدك ازاي وانت حتى مش قادر تتفرج على فيديو طويل؟ فلو عاوز نصيحتي اشترك في القناة دي، لان الكلام اللي هقوله لك هيساعدك 100%، ومتأكد بنسبة كبيرة قوي، لان انا مريت بكل اللي انت بتمر بيه دلوقتي. بس انا اخيرا يعني وفي النهاية انا تخطيت كل ده، وفي النهاية ما تسمعش لعقلك، اسمع لنا، لان انا عارف انه عقلك دايما هيكون عايزك مرتاح، والراحة دي هتريحك دلوقتي بس صدقني هتتعبك بعدين.